ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ من ساعة ما مسك المعلم ترامب حكم امريكا في شهر 2 اللي فات، وناس كتير كانت متفائلة وانا منهم بصراحة ان هيحصل تهدئة في العالم كله وان الدنيا راح داخلة لهدوء يعني. بس للأسف التوقعات بتاعتي وبتاعت ناس كتير طلعت غلط. ترامب راجل اقتصادي محنك وبيزنس مان، وماشي بمبدأ ان هو مقدموش غير 4 سنين عايز التاريخ يفتكروا فيهم، ودايما يقول I want to make America great again، انا عايز امريكا ترجع تاني قوية جدا زي زمان. وبيقول ان الموضوع ده مش هيبدأ يحصل الا لما العالم كله يبطل يستغلني. طب يبطل يستغلك ازاي يا عم ترامب؟ مبدئيا كده انا مش هدفع فلوس لحد من غير مقابل. وشفنا زي ما حصل في روسيا واوكرانيا، لما قال لاوكرانيا ان صارف عليك 400 مليار دولار، قالت له انا معيش فلوس، قال لها هاخد منك المعادن النفيسه اللي في الارض. وبدأ يتكلم على دول تانية كتير وقال لهم انتوا بتدخلوا البضاعة بتاعتكم عندي من غير جمارك، والكلام ده غير مسموح، وبتنافسوا الصناعة المحلية بتاعت الشعب الأمريكي. ده غير طبعا الحرب التجارية اللي بتضحك اليومين اللي فاتوا مع الصين، ان هو يرفع الجمارك والصين ترفع الجمارك، وكان الموضوع كده ايه كوميدي شوية. المهم ترامب بيقول للصين انا مش عايزك تاني في أمريكا يعني بالجمارك اللي هو حطها دي، بس في دول تانية اتاخدت في الرجلين زي مثلا كوريا الجنوبية، وبالأخص شركة هيونداي. الخبر اللي معايا النهارده جاي من وكالة رويترز، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان شركة هيونداي اعلنت تعليق مؤقت لإنتاج بعض السيارات الكهرباء في كوريا الجنوبية، وده عشان الطلب العالمي على العربيات دي انخفض، وكمان بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية اللي فرضها ترامب. وفق التقرير بيقول إن هيونداي هتعلق عمليات الإنتاج في مصانع بمدينة أولسان من 24 ل 30 إبريل 25، يعني تقريبا 6 أيام. خلي بالكم يا جماعة، مصنع أولسان ده يعتبر مصنع من أكبر المصانع الموجودة في كوريا الجنوبية. هيونداي عندها 4 مصانع في كوريا الجنوبية. مصنع أولسان ده الموجود في مدينة أولسان جنوب شرق كوريا بينتج أكتر من 1,400,000 سيارة سنويا، ويعتبر أكبر مصنع سيارات في العالم، وبينتج 6 طرازات: التوسان والسانتافي والباليسيد والإلنترا والكونا والأيونيك. هو بقى قرر يوقف الكونا والأيونيك، والقرار ده شركة هيونداي خدته بسبب تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، خاصة بعد إلغاء الحوافز الحكومية اللي كانت بتطلعها الحكومة عشان الناس يمتلكوا سيارات كهربائية. بالإضافة كمان الولايات المتحدة فرضت رسوم 25% على العربيات المستوردة من بره. وهيونداي بصل قدام شويه وعارفه ان خطط ترامب دي شكلها هتكمل فتره طويله، فاعلنت هيونداي انها هتستثمر 21 مليار دولار في امريكا لغايه سنه 2028، وهتعمل مصنع كبير لعربات الكهرباء في ولايه جورجيا، ومصنع تاني للحديد والصلب في لوزيانا. وده طبعا عشان تصنع العربيات دي جوه الولايات المتحده نفسها، فتتفادى الرسوم الجمركيه لو هتصنع العربيات جوه كوريا وتصدرها لامريكا. احنا بالنسبه لنا بقى كمنطقه عربيه او كمصر، ايه تاثير الموضوع ده؟ تاثير الموضوع ده علينا احنا ولا حاجه. احنا سيارات هيونداي في مصر الا موجوده هنا تجميع محلي من شركه جي بي اوتو غبور في منطقه ابو رواش، زي الانتر اي دي مجمعه محليا، او العربيات التوسان والانتر سي ان 7 اللي الشركه بتستوردها من بره. وكده كده الوقف ده اصلا لمده 6 ايام عشان بس تقلل انتاج العربيات دي من جوه المصنع، انما بقيت العربيات البنزين اللي بتتصدر لكل حته زي ما هي، فالموضوع ده ملوش تاثير علينا يعني، مفيش منه قلق. وبس ده كان كل حاجه النهارده. يا ريت تشاركونا بارائكم وتقولوا لنا ايه التاثيرات الاقتصاديه اللي هتصيب الدول دي، وخصوصا بعد قرارات رسوم ترامب الجمركيه. متنساش تبص على الفيديوهات اللي فاتت. اشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.